ألف 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 مبروك للنادي الأهلي التأهل لدور المجموعات وتخطي أول عقبة في بطولة أفريقيا. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. أعزائنا وأحبابنا وأحباب تيكي تاكا، أهلا وسهلا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم تيكي تاكا. معانا ضيفنا برضو بتاع كل مرة، الضيف الجميل اللي احنا بنحبه اللي بنتشرف بيه، كابتن خالد عبد المنعم، اللي ان شاء الله النهارده هيحلل لنا المباراه بشكل في استفاضه كبيره جدا، وان شاء الله يقول لنا كل نقط الضعف وكل نقط القوه اللي كانت فريق النادي الاهلي واللي حصل النهارده. بنرحب بيك يا استاذ خالد. حبيبي يا كابتن عمرو، ربنا يعزك. ربنا يبارك فيك. اهلا بكل جمهور الاهلي ومبروك السبعه رايح جاي. تمام، رايح جاي 7. عايزين بسم الله ما شاء الله. شفنا فريق يشرف، فريق جميل. شفنا روتيشن من مستر مارسيل كولر، شابوه على الروتيشن، فعلا روتيشن اكثر من رائع. يعني احنا عايزين نقول لحضرتك دلوقتي رايك في التشكيل بتاع مستر مارسيل كولر اللي بدا بيه المباراه. مش عايزين نقول بقى المباراه بتاعت الذهاب، خلينا نتكلم في المباراه بتاعت النهارده. طب خلينا نتكلم على مكاسب المباراة من وجهة نظري في التشكيل اللي أنا شفته النهارده. تمام. رقم 1 كريم الدبيس، حلو جدا. مكسب جميل. ده كان سؤال هسأله لك. ده مكسب جميل جدا 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 للنادي الأهلي، وحاجة النهارده شفناها مستوى جميل، لعيب راجل بيلعب برجولة. يعني انت شايف ان لو خد وقت اكتر يعني ممكن هيكون لعيب يبقى خليفة علي فورمة عالية جدا، وبسم الله ما شاء الله. يعني ممكن نشوف لعيب على مستوى عالي جدا ونشوفه في منتخب مصر في فترة قليلة جدا. كان في المنتخب الاولمبي تقريبا. انا بقول نشوفه باذن الله في المنتخب الكبير في فترة قليلة جدا، ويعني دي حاجة مستنيينها ان شاء الله في الفترة اللي جاية مع مستر مارسيل كولر. طب رايك في تركيز قفشه الفترة اللي فاتت، ورايك في فورمة قفشه اللي بيلعب بيها بقاله اكتر من ماتش؟ بص يا كابتن عمرو، انا ما شفتش مين كان المان اوف ذا ماتش. احنا مش عارفين نوصل للمان اوف ذا ماتش. انا ما شفتش كان مين المان اوف لو ذا حد ماتش. عارف مين هو المان اوف ذا ماتش يقول لنا، لان احنا مش لاقيين، مش عارفين نوصل لمين هو المان اوف ذا ماتش لحد دلوقتي. بالظبط، لكن انا من وجهة نظري المتواضعة التي ليس لها قيمة، محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه عمل ماتش انا شايفه كان مايسترو المباراة. فعلا محمد مجدي قفشه كان في حاجة جميلة قوي انا لفتت انتباهي في الجول الاول اللي جابه مجدي قفشه. والله يا كابتن عمرو انت اللي تقول لنا رايك، لان ابو تريكه يعني. لا هو انت اللي تقول لنا رايك، لان انا كنت بتفرج فعلا معاك على الماتش، وانت قلت قبل ما تيجي جول ان الكوره دي جول. اصل الكوره لازم تبقى جول. والله العظيم والله بجد يا جماعه، الراجل ده قال على الكوره يلا بقول لك ايه يا قفشه، على الله ما تجيبهاش. اصل الكوره مرسومه يا جماعه، انتوا شايفين الكوره معموله ازاي؟ وبصراحه الراجل ما خيبش ودخل حطها في المقص اليمين للحارس بشكل رائع. تحياتنا ليك يا قفشه، وانك جريت على كابتن خالد بيبو وفرحتك انك جريت عليه، ده برضو ان دل على شيء يدل على ان في توافق ما بين كابتن خالد بيبو وما بين بعض اللاعبين عشان ما نبخس حق حد. بالظبط، يعني في ناس كتير اعترضت يا كابتن خالد على كابتن خالد بيبو، قالوا لا كابتن سيد عبد الحفيظ. يا جماعه كابتن سيد عبد الحفيظ قيمه كبيره وقامه كبيره وفعلا كان سد منيع في وش اي حد بيحاول يشرف بيه كاهلاويه، لكن برضه احنا دلوقتي عندنا على الساحل الاهلاويه كلهم يشرفوا طبعا. ومعلش الاهلي بمن حضر اداره ولاعبين. بس يا جماعه بس الهجوم الشرس اللي كان من كل جماهير النادي الاهلي على كابتن خالد بيبو كان يعني انا من وجهه نظري الشخصيه يا كابتن خالد ان الهجوم ما كانش بشكل سليم، او كان بشكل قوي قوي وممكن يخلي الراجل يخرج عن تركيزه. والله يا كابتن عمرو اقول لحضرتك على حاجه من وجهه نظري، هتلاقي فيهم اعداء النجاح وهتلاقي فيهم اللي قليل الوعي ومش فاهمين او يعني مستنيين النتيجه قبل ما يشوفوا الحدث. طب هل من وجهه نظرك انت بتتكلم صح، بس هل من وجهه نظرك الهجوم اللي كان موجود تعاطف وحب الكابتن سيد عبد الحفيظ، ولا ايمان بان كابتن سيد عبد الحفيظ افضل من كابتن خالد بيبو في الاثنين يا المنصب ده؟ الاثنين. يعني انت شايف ان كابتن سيد عبد الحفيظ افضل في المنصب ده؟ لا مش لا طبعا احنا لسه يعني ما شفناش. احنا لسه ما شفناش. يبقى ازاي الناس كانت عارفه؟ لا انا بقول الناس بتقول كده بناء على ان هم شايفين ان كابتن سيد عبد الحفيظ تاريخه
كان يعني مش هيتعوض. حلو، يبقى تمام. تعاطف مع تاريخ كابتن سيد عبد الحفيظ. بالظبط كده، مظبوط كده. بالظبط كده. يبقى بالظبط كده. الموضوع مفروض منه هو الموضوع تعاطف مع تاريخ كابتن سيد عبد الحفيظ. بالظبط. انا واحد من الناس من عاشقي كابتن سيد عبد الحفيظ من وهو لاعب ولحد بقى مدير كوره في النادي الاهلي. شوفوا بقى له كام سنه. انا شايف ان الراجل ده ادى ما عليه وبشكل جيد جدا. بس يا كابتن خالد، اللي مشى كابتن سيد عبد الحفيظ تعليمات عليا علشان يبقى هو ضد المعزول يمشي وقصاده سيد عبد الحفيظ. بس الراجل محترم وطلع قال لن ابوح، فعلا لن ابوح بما حدث في جلسه رحيلي، بالظبط. حتى لو على موتي. فاحنا حييناه وقلنا له في الحلقه اللي فاتت تحياتنا ليك يا كابتن سيد، لان انت بسم الله ما شاء الله يعني بس خدت بالك يا كابتن خالد، شخصيه محترمه جدا. خدت بال حضرتك ان المعزول اتقارن عندنا في النادي الاهلي بمدير كوره؟ سعاده الباشا والله العظيم يعني هو ده يعني قيمته كانت قدام مدير كوره. انا تخيل، مش عاوز اقلل من حد، انا مش بقلل منه، لكن احنا كان عندنا، بس هو قليل لوحده، انا مش بقلل منه. انا مش عايز اقلل من حد خالص، لكن احنا عندنا العامل الكبير دوت اسمه ايه يا كابتن؟ عم حارس. عم حارس. انا عندي انسى عم حارس يا كابتن. بنسى ساعات بس اسمه، بس يعني الراجل ده بسم الله ما شاء الله، يعني ده لوحده كده ممكن تقارنه باي حد في اي حته. عم حارس ده من اقول لك ايه، يعني اهم قطعه شطرنج في النادي الاهلي. لو النادي الاهلي قطع شطرنج، فعم حارس هو من اهم القطع اللي موجوده في النادي الاهلي. هو ده اللي نقدر نقوله يعني راجل خلينا نرجع وقفنا عمره في النادي الاهلي. تحيه يا جماعه من كل الاهلاويه لعم حارس حبيبنا وحبيب النادي الاهلي، حبيبي الاهلاويه. والله. طب قول لي بقى رايك في تحسن مستوى امام عاشور والثقه الزايده اللي انت شايفه بقى يعني دخلت في قلبه وبدا يتعامل بيها. بص يا كابتن عمرو، وطبعا يعني حبايبنا الاهلاويه قبل ما نقول اي حاجه عايزين منكم الدعم، عايزين اللايك، الشير، السبسكرايب. لا ما قولها لهم بصوت عالي يا كابتن خالد، قولها لهم بصوت عالي ده يا كابتن خالد، لازم تخش يعني معاهم بصوت عالي. حبايبنا الاهلاويه عايزين اللايكات، الشيرات، السبسكرايبات، عايزينكم تروقوا علينا. صوتنا مش هيوصل من غير دعمكم، كل لايك بتعملوه بيوصل الفيديو. عشان الاهلاوي ايه؟ الاهلاوي سند، فاسندوا اخواتكم اللي بيحاولوا يسندوا النادي الاهلي، اللي بنحاول دايما يكون صوتنا يوصل للناس بحضراتكم مش باي حد تاني. طيب ممكن تقول لي بقى رايك؟ انا عارف رايك طبعا، بس معلش عايز اعرفه تاني، رايك في اداء امام عاشور وعبد القادر، وعايزك تقول لي الثنائيه اللي بتحصل ما بين عبد القادر ومحمد هاني بشكل لطيف قوي الفتره اللي فاتت دي، ايه رايك فيها؟ نبدا من الاخر. ماشي، حاضر. نبدا من الثنائيه مع مستر مارسيل كولر. حضرتك هتشوف الثنائيه ديت مش بس مع محمد هاني ومع احمد عبد القادر، حضرتك هتشوف الثنائيه ديت مع اكتر من عنصر. اتفرج حضرتك على كريم فؤاد ومحمد هاني بيعملوا وان تو هات عامله ازاي. ممكن تتغير الشخصيات لكن هتلاقي الوان تو هات زي ما هي ثابته. هنشيل عبد القادر، فاكر بتاع عبد القادر اللي اداه لكريم فؤاد، بس يا كابتن كعب عالمي. الثنائيات اللي كابتن مارسيل كولر شغال عليها ثنائيات مدروسه، مش مجرد 1 2 من بتاعه اللي هو ايه الملعب الخماسي الجميله اللي احنا ممكن نعملها وتبقى واضح ان فتره الاعداد يعني اتت بثمارها، لكن احنا شايفين 1 2 هات مدروسه. ومش بس 1 2 هات، بص حضرتك في الكورنرات بالظبط، بص طريقه لعب الكورنر، ان كل كورنر بيتلعب بطريقه مختلفه عن اللي قبله. بالظبط، صح ولا غلط؟ لا بصراحه ربنا فتره الاعداد اللي عملها مستر مارسيل كولر كانت فتره قويه، ادى على الرغم من انهم خدوا منه بعض اللاعبين، لكن الراجل اشتغل بشكل علمي متطور. بص على الروتيشن اللي بيعمله، في التايمنج اللي بيعمله، بص ازاي بينزل لعيبه، وازاي الماتش اللي جاي ما لعبش اللي كان بيلعب الماتش اللي قبله. الراجل بيشتغل بطريقه علميه بحته. سياسه التدوير عنده افضل مدرب يمكن يعني من وجهه نظري في الشرق الاوسط، يعني بيستعمل سياسه التدوير. انا بيحسسني ان هو جوارديولا في افريقيا طبعا.
صح كده؟ مورينيو، بسم الله جوارديولا، ما شاء الله، عقليه فذه. انشيلوتي، عقلية. الناس اللي هي اللي بص، انشيلوتي لما كان بيلعب، لما ريال مدريد لعب الاهلي في في المونديال اللي فات، طب أنا كاس عايز- العالم للانديه، وبص انشيلوتي قال لمارسيل كولر ايه؟ خلينا بس يا كابتن عمرو نقول حاجه بسيطه. انت سالتني عن امام عاشور. عايزك تقول لي على امام عاشور. امام عاشور، انا عايز راي الناس. هل امام عاشور اللي لعب اول ماتش مع الاهلي اللي سالت الزملكاويه السؤال ده المره اللي فاتت وشتمنا كابتن خالد. الزملكاويه يا جماعه، الزملكاويه مش انتوا هريتوا امام عاشور تريقه اول ماتش لعبه مع الاهلي؟ ولا غلط الكلام؟ حصل، صح ولا غلط؟ حصل، وقال لك امام عاشور جاي هنا وهيمشي تاني طيب السؤال بقى دلوقتي يا كابتن عمرو، هل امام عاشور بتاع الماتش الاول هو امام عاشور بتاع الماتش الثاني هو امام عاشور بتاع الماتش الثالث؟ هو امام عاشور بتاع الزمالك؟ فهل النهارده هل اللياقه البدنيه لامام عاشور وانه واقف على رجله وبيقف على رجله في اخر الماتش؟ رمانة ميزان. شفتوا رمانة الميزان؟ كباري وشوط واسيستات. الفاول الاولاني اللي جاي، معلش يعني، جاي منين؟ من امام عاشور. عمل ايه؟ خد الاولاني، عدى من واحد وراح التاني مكعبله، خدنا الفاول بالظبط. فانت عندك دلوقتي رمانة ميزان في نص الملعب. لا، ده رمانة حرق الدم. سيبك والله يعني في ناس اللي دخل شتمنا ده، انا بقول له كل ما تتضايق اكتر وكل ما حرقانك يزيد اكتر وكل ما تتخنق اكتر، انا عايز اقول لك ادهن مرهم امام عاشور. مرهم امام عاشور هيريحك. هو كان في كومنت من ضمن الكومنتات، حد من الاهلاويه يعني السند رد على واحد من حضرتك بتقول عليهم دول، يعني بيقول له استعمل مرهم كيناكوم للحالات اللي انا مش عايز اعمل له اعلان. لا استعمل مرهم كيناكوم يا باشا اوكي، يلا هنعمل اعلان لكيناكوم. استخدم كيناكوم عشان بيهدي الحرقان. وعاده كل المحروقين من اخواننا الزملكاويه اللي بعقليتك، عشان في ناس محترمه جدا، اللي بعقليتك بيستخدموا كيناكوم بكريم، فاستخدمه هيعجبك جدا جدا جدا. ما لقيتش كريم، هات مرهم، مش ازمه يعني، بس كريم افضل، بيرطب بسرعه. خلينا بقى نقول كريستو في الايام اللي جايه هتشوف ظاهره على الوينج الشمال. يعني انت شايف ان هو فعلا مارسيل كولر لما ابطأ عليه فهو كان معاه. هو اللاعب بيقيم بايه يا كابتن عمرو؟ بمهارته، بالتزامه في الملعب، بالتزامه اخلاقيا، بحاجات، باهدافه، بحاجات كتير. حلو. لما يبقى عنده كل الحاجات ديت لكن لسه المكنه بتاعته، يعني هو مهاري، الباص بتاعه حلو، الاوفر بتاعه جميل جدا جدا جدا. طيب ايه اللي ناقص اللعيب ده؟ ثقه والاستمراريه واندماج. الله ينور عليك. يبقى اذا كريستو لمجرد اندماجه مع منظومه النادي الاهلي والاستمراريه بتاعته هنشوف حاجه تانية خالص باذن الله. انا برضو شايف ان شاء الله ان احنا هنشوف لعيب عالمي، يعني عالمي زي ما شفنا كده. بسم الله ما شاء الله على نفس الوينج ده. احنا عندنا رضا سليم، عندنا حسين الشحات، ده وحش بسم الله ما شاء الله. ربنا نمسك الخشب، نمسك الخشب عليك يا حسين الشحات، عشان انت بسم الله ما شاء الله الايام دي. لا نقرا قران يا كابتن خالد، نقرا قران. والله احنا فعلا احنا محتاجين نقرا قران، محتاجين نقرا قران علشان العينين بقت وحشه. كابتن ميدو، احنا اللي محتاجين نقرا قران. قل اعوذ برب الفلق، يعني قل اعوذ برب الفلق، فاهمني؟ ما تضايقش نفسك. المهم بقى عايز اقول لك يا كابتن خالد ان الاهلي بقياده المهندس خالد مرتجي بقى عمل حركه جميله جدا. تواصل مع اللجنه المنظمه للسوبر الافريقي علشان يعرف المواعيد بتاعه علشان يعرف قيمه الجوائز المقدمه من اللجنه المنظمه للمشاركين في بطوله السوبر الافريقي. تمام. كنا عرفنا ان هي طبعا كانت، انت عارف ان كانت 7 مليون. هم فضلوا يقولوا كلام وغيروه، بعد كده نزلوها وبعد كده زودوها تاني وبعد كده نزلوها تاني. فقول للناس بقى يعني وصلنا ليه الرقم الاخير يا جماعه. المركز الاول ان شاء الله هيحصل على 4 مليون دولار. ده المركز الاول. في المركز الثاني هيحصل على 2 مليون و800 الف دولار. المركز طبعا بقى ما فيش بقى المركز الثالث والكلام ده. هنقول بقى المتأهل لقبل النهائي من الفرق، يعني الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي هيحصل كل منهم على 1,700,000 دولار. تمام.
الفرق المشاركة في دور الثمانية، أي فرقة هتشارك في دور الثمانية هتتقاضى $900,000. يبقى المكالمة اللي حصلت مع كابتن مع بقيادة المهندس خالد مرتجي واللجنة المنظمة عن طريق الفيديو كونفرنس أتت بثمارها، والنادي الأهلي قدر يعرف الجوائز بتاعة البطولة. برضو عايز أقول لحضراتكم وأقول للسادة المشاهدين إن النادي الأهلي الحمد لله قدر يوصل بالاتفاق مع اللجنة المنظمة بان طبعا حضرتك كنت عارف المشاكل بتاعت السفر ومش عايزين يدفعوا. عايزينك تقول على الحركه اللي مش كويسه. انا عارف انك مش عايز تقول، يعني قول الحركه اللي مش كويسه. ما هو الموضوع ببساطه شديده عشان بس الناس تبقى عارفه معانا. المفروض ان اللجنه المنظمه بتتكلف المصاريف بتاعت السفر. طيب النادي الاهلي عنده ناس كتير هتسافر، ولو هيسافر على حسابه ومتذاكر طيران وحجز هيتكلف مبالغ كبيره جدا. فالنادي الاهلي قال خلاص مننا نريح اللعيبه، وفي نفس الوقت يبقى في طياره خاصه تاخد الناس كلها توديها على هناك. اللجنه المنظمه رفضت ان هي تدفع فلوس الطياره الخاصه، وقالت ان النادي الاهلي هم يدفعوا المتفق عليه فقط، والنادي الاهلي هيتحمل الفارق بتاع الطائره الخاصه. لكن النادي الاهلي وصل معاهم الاتفاق ان علي معلول اللي هيبقى مشترك مع منتخب تونس، ديانج اللي هيبقى مع تنزانيا، رضا سليم لو هيتاخد في المنتخب بتاع المغرب، الناس دي كلها هترجع على حساب اللجنه المنظمه مش حساب النادي الاهلي. فكويس النادي الاهلي عمل اتفاق كويس جدا، لان طبعا تذكره طيران لان كل واحد طبعا هتبقى تكاليف كبيره على النادي الاهلي. طيب عايزين بقى كابتن خالد نخش مع بعض على كابتن ايمن يونس. تمام. نخش مع بعض على كابتن ايمن يونس، لان كابتن ايمن يونس قال كلمه حق، ودي طبعا راجل زملكاوي وراجل احنا بنحترمه كلنا. صحيح هو بيبقى الى حد كبير بيحامي نادي الزمالك، ده حقيقي، وده الطبيعي لانه راجل زملكاوي متربي في نادي الزمالك، كان كابتن الفرقه، فيعني انا واحد من الناس بيعصره. تمام. لكن المره دي هو طلع قال كلمه حق، وعندنا سؤال في الاخر هنساله، بس لما نقول للناس حصل ايه. هو كابتن ايمن يونس اللي طلع قاله هو من وجهه نظرنا انه بيفتح وبيصب النار على اتحاد الكوره. بيصب نار على اتحاد الكوره. بس قبل ما نقول ما ننساش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات والحبشتكنات من حبايبنا الاهلاويه السنه والنبي روقوا علينا، الاهلي لسه مروق علينا كلنا، فما تنسوش تروقوا على اخواتكم، والف مبروك للنادي الاهلي. مشرفنا دايما يا رب. المهم قال لك ايه بقى؟ كابتن ايمن يونس قال لك في ظل العشوائيه المفرطه من اتحاد الكوره، في ظل العشوائيه المفرطه دي اقل لفظ. شفت حضرتك يعني التشبيه. انتقد كابتن ايمن يونس قرارات اتحاد الكوره بشان اقامه الدوري من 18 نادي بدون البحث عن حلول مختلفه مثل اقامه الدوري من مجموعتين مثلا. وقال لك ايه؟ قال لك اقامه الدوري من مجموعه واحده سوف يتسبب في ازمه كبيره، حيث من الصعب انهاء الموسم في ظل تكدس وتلاحم المباريات والبطولات. واضاف ان الاهلي هيشارك في مونديال الانديه بالتزامن مع المشاركه في دوري ابطال افريقيا والدوري المصري وهيشارك وكمان السوبر. وقال لك ولذلك كان من الصعب اقامه الدوري على نفس الشكل المعتاد. ويتعجب كمان بقى، هو بيقول لك يعني ازاي يعني اللي بيحصل ده، ويتعجب بقى من ايه؟ من اقامه السوبر المحلي من 4 انديه. يعني احنا عندنا ازمه، وكمان بنزود انديه في السوبر المحلي، فبنفتكس بقى ايه حاجه جديده السنه دي، فنعمل 4 انديه. فقوم بعد ما احنا ما نعمل القرار ينزل قرار تاني بمنع الزمالك من المشاركه. ما يا حسره ما تمت، يعني يا فرحه ما تمت. والزمالك دلوقتي زعلان ان هو ايه يعني بالقرار بمنعه من المشاركه في السوبر. يعني قال لك بقى ان اقامه السوبر المحلي من 4 انديه مع تلاحم البطولات والمسابقات بالشكل القوي ده هيتسبب في كم غير طبيعي من التاجيلات. طب ما ده طبيعي، اللي مش بمزاجهم. ده طبيعي. فاكر يا كابتن خالد احنا في حلقه من الحلقات طلعنا قلنا ابقوا قابلونا لو الدوري خلص شهر 7؟ ده حصل. وقلنا لهم لو حصل الكلام ده هنطلع نعتذر لاتحاد الكوره ونرفع لهم القبعه ونقول لهم انتوا ناس زي الفل. عمره ما هيخلص. تمام. هل بما يرضي الله اللي احنا شايفينه ده الدوري هيخلص حتى في شهر 9؟ يعني احنا البلد الوحيده في العالم
اللي الدوري فيها بيستمر الى ما احنا مش عارفين، يعني الموسم الجديد بيبدا والدوري لسه خلصان ما كملش شهر. يا كابتن فين ده؟ يا كابتن عمرو، طول ما عندك اتحاد كوره يعني بالمستوى اللي كل الناس بتجمع عليه ده، يعني كل الناس بتجمع على ان احنا عندنا اتحاد كوره يعني اقل من ان هو يكون اتحاد كوره لموزمبيق. موزمبيق ايه يا باشا؟ ده موزمبيق عندهم اتحاد كوره والله العظيم بياخد باله من الناس. فاذا يعني احنا عايزين اتحاد كوره يشرف يعني. خد الكبيره بقى، وجماهير الاهلي كمان يعني خدوا الكبيره، علشان لما حد يطلع ويتكلم مع اتحاد الكوره يطلع يتكلم مع اتحاد الكوره بجد يعني. قال لك ان الغريب اقامه بطوله السوبر المحلي يوم 23 ديسمبر، وهو ما يزعج النادي الاهلي حاله الوصول لنهائي كاس العالم للانديه او خوض مواجهه المركز الثالث، تحديد المركز الثالث في كاس العالم للانديه. تمام. طب هتحلوها ازاي؟ هتاجلوا بطوله السوبر المحلي؟ اكيد. ايه ده؟ ده ازاي يعني؟ هو ده التنسيق. هو ده التنسيق اللي عندنا يا كوتش. يا ريتهم بعد كل ده بقى جوائز البطوله تسوى. وعلق ساخرا ان الامور الماليه للفريق الفائز ببطوله السوبر المحلي لا تكفي حتى المقامه في الامارات، يعني السوبر المحلي يقام في الامارات عشان الناس تبقى عارفه، لا تكفي حتى لشراء لاعب واحد. يعني الفلوس اللي الناس هتاخدها لا تكفي لشراء لاعب واحد فقط. طب انت ليه يا اتحاد الكوره لما هي ما تكفيش لشراء لاعب عاملها من 4 انديه؟ يعني ايه الجايزه اللي تخلي الناس تتعب نفسها في 4 مباريات مثلا علشان في الاخر ياخدوا ايه؟ والله يا كابتن عمرو يعني عايز اقول لك على حاجه، حتى الاهلي لو مثلا يعني طبعا هو ده عمره ما هيحصل، لو قال مثلا انا مش هلعب البطوله دي، اقسم لك بالله الامارات ما هتوافق تعمل البطوله عندها، اقسم لك بالله. انا معاك. الامارات هتقول لك روحوا اعملوا البطوله ببلدكم على طول. يا باشا ما هو الرعايه، شوف الرعايه بتاعت النادي الاهلي قد ايه، شوف الاعلانات اللي هتيجي من ورا النادي الاهلي قد ايه، شوف هم هيكسبوا قد ايه. طيب هل كابتن ايمن يونس بقى كان هيقول نفس الكلام لو كان الزمالك هيشارك في البطوله؟ ده سؤال مهم جدا عايز اساله لحضرتك ولكل الزملكاويه. هل كابتن ايمن يونس كان هيطلع يقول نفس الكلام؟ عايزين رايكم يا جماعه في الكومنتس، وعايزين رد الناس معانا في الكومنتس. هل كان هيقول نفس الكلام لو كان الزمالك مشارك؟ فكان هيطلع يقول ان تلاحم المباريات والكلام دوت، ودلوقتي انت بتدافع عن الاهلي اهو يا كابتن ايمن، هل كنت هتقول نفس الكلام؟ سؤال محتاجين فيه رد. ولا اي رد، ولا حد هيعبرنا في الكلام دوت، لان اللي هيطلع يرد هيتحرج انه يرد. عارف ليه مش هيتحرج انه يرد يا كابتن خالد؟ لانه الرد هيجي عليهم قوي بزياده. فعارف هيطلع يعمل ايه؟ يشتم فينا كالعاده. لكن هل في نقاش عقلاني بيحصل؟ لا ما بيحصلش. ده حقيقي، ده فعلا عندك فيه. ودي مشكله عندنا احنا دي ثقافه يا كابتن خالد. احنا عندنا لما بنلاقي نفسنا اتزنقنا نلاقي يشتم يقول لك ما عنديش رد عليك. ايوه ده لكن هل في نقاش بناء، نقد بناء؟ احنا مش موجود عندنا الكلام ده الا مع ناس قليله، ناس بتفكر، ناس عندها وعي، ناس عندها ثقافه اجتماعيه وثقافه نقاش زي العالم كله. وساعتها على الاقل بنوصل لوجهه نظر مشتركه يعني. بالظبط. عايزين نقول برضو خبر يعني برضو للناس عشان تبقى الناس عارفه. هو في خبر يعني هو اكيد بنسبه 85%، تمام، او 90% كمان، تمام. وسوريو مش مبسوط مع الزمالك، تمام، ولا الزمالك مبسوط مع اسوريو. هينبسط ازاي؟ ففي بعض الاداريين في نادي الزمالك قالت ان اسوريو دون المستوى. يعني هم توصلوا له عشان يمشي دون المستوى، لان هو ما حتى الان ما فيش ولا مكسب في الدوري. المستوى اللي ظهر بيه في الدوري سيء جدا. المستوى اللي ظهر بيه قدام فرقه بتاعت ارتا سولار. عارف سطلانه لو درب الزمالك هيدرب احسن من اوسوريو. فيا جماعه عايزين نقول ان اوسوريو عايز يقدم استقالته بشكل فعلي. وفعلا الزمالك كمان من مصادرنا دي بقى جوه نادي الزمالك، يعني العالم كله هتلاقوا عنده مصادر جوه نادي الزمالك ودي حاجه سهله. من مصادرنا جوه نادي الزمالك عرفنا ان في 3 على الساحه حاليا يعني مقترحين لتدريب نادي الزمالك. مين بقى؟ طبعا طارق يحيى.
لا مش موجود. صدرانه مش موجود. مش موجود. يا سبحان مش الله، موجود. ده كان بيبقى اول اسم مطروح على الساحه مع اول اسم معزول. ايهاب جلال. طب اخيرا، طب كويس. تاني اسم محمد صلاح. محمد صلاح بالظبط. تمام. مدرب محترم. مدرب محترم كابتن جدا محمد صلاح. جدا، انا بحترم صلاح صلاح. محترم جدا. تالت اسم وهو اقوى اسم كنت مخليه للاخر، والله العظيم والله العظيم من كل قلبي انا بتمنى الاسم الاخير ده يدرب الزمالك وهتشوفوا فرقه قويه جدا جدا جدا. كابتن حلمي طولان. يا ريت. تمام. والله يا ريت. والله كابتن حلمي طولان لو مسك الزمالك لا يعمل فرقه للنادي. طبعا كانوا برضو اقترحوا حسام ابراهيم، لكن تقريبا ان في حاجه كان المعزول زرعها في قلب النادي ان حسام ابراهيم لا ليه، علشان انا وفرت لهم كل الامكانيات المتاحه وما كنتش بتدخل في اي حاجه وما جابوش اي حاجه. تمام. بس ده ما حصلش. وما لهمش اي بطولات وما حققوش اي بطولات طول فتره 17 سنه. بدليل ان كابتن ابراهيم طلع على الهوا وقال له بقول لك ايه، انت تعبان في دماغك واللي تعرف تعمله انا ممكن اجي واعمل واسوي. لو ممكن نجيب الفيديو، نبقى نجيب الفيديو للناس تسمعه. لكن هو كان عامل مشاكل مع كابتن ابراهيم وكابتن حسام، وكان بيتدخل في شغلهم، وكان هو اللي عايز يعمل التشكيل. وطبعا انت عارف ان حسام وابراهيم ما حدش بيملي عليهم رايه، واي حد بيملي عليهم رايه بيروحوا مدينه طبعا على عينه. كابتن حسام حسن مدرب كبير يعني رغما عن انف اي حد والله. ومنتخب مصر دي وجهه نشوفه زي ما كان مع كابتن حسن شحاته، لو ادوا فرصه لكابتن حسام حسن اللي كله خايف يديله فرصه. انا بتمنى احنا بتمنى اشوفها. والله بنتمنى جدا 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 نشوف كابتن حسام حسن. في حاجه كمان برضه يا كابتن عمرو، هي تقريبا في فرقه مصابه المدربين. باتشيكو. باتشيكو كمان غالبا بنسبه برضه تفوق ال 80% على السعوديه. بالظبط. على السعوديه. الله ينور عليك. جاي له عقد والعقد هو ما يترفضش، وفي نفس الوقت يعني نفسي فبرضه بيراميدز ما بياخدش قليل في بيراميدز يعني برضه. بيراميدز هيعاني شويه يا باشا، بس لما نقول عقد من السعوديه فمعلش بس والله هو عامل شغل كويس مع بيراميدز بصراحه. هو مدرب محترم. مدرب محترم. ولما كان مع الزمالك كان عامل شغل كويس جدا لولا خناقته معاه المعزول. مدرب كويس، نتمنى له التوفيق. وبرضه على فكره نتمنى بكره ان شاء الله لفرقه الزمالك التوفيق، نتمنى لهم يكسبوا على الاقل مثلا 3-0 ولا 4-0، يمكن ياخدوا بطوله الكونفدراليه ويبقى عندنا فريق في مصر تاني بياخد بطوله الكونفدراليه وحاجه تشرفنا بامر الله. كل الدعم لفريق الزمالك بكره بامر الله. بنتمنى لفرقه نادي الزمالك ان شاء الله انها تفوز بكره بنتيجه مريحه تخليهم يعدوا الدور اللي هم فيه. فرقه الزمالك يعني محتاجين دفعه، محتاجين بوش، يعني عارف كده زي ما يكون عايز حد يزقك عشان تطلع لقدام وبعدين انت تكمل. ففرقه الزمالك محتاجه دعم من كل المصريين، واحنا كجمهور نادي الاهلي احنا بنشجع نادي الزمالك، وادينا بنعلن اهو احنا بنشجع نادي الزمالك، وبنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته بكره مع ارتا سولار. ويا رب ارتا سولار ما يمونش الزمالك تاني. اللهم امين. يا رب الزمالك هو اللي يمون ارتا سولار. اللهم امين. بكره باذن الله. بامر الله. باذن الله. عايز اقول بقى سريعا يا كابتن خالد تصريحات كابتن خالد بيبو بعد المباراه. تمام. كابتن خالد بيبو قال لك نجحنا في اقناع سان جورج انه يلعب المباراتين في القاهره، وده انجاز رائع من كابتن خالد بيبو انه يقدر يقنع فرقه سان جورج ان هي تلعب المباراتين في القاهره، علشان ده هيريح لعيبه النادي الاهلي بدل السفر والمروح واللي جاي وسوق الملاعب في اثيوبيا والكلام ده كله. اكيد حضرتك عارف هناك ترتان واللعيبه بتتصاب، فاللي حصل ده على الرغم انه تكلفه على النادي الاهلي الا انه هو رائع جدا، لان كده كنت هتتكلم في السفر. هم عرضوا يا كوتش. ما هم توصلوا مع اتفاق. النادي الاهلي قال لهم احنا نشيل المصاريف ومفيش مشكله، لكن نلعب، لان كده النادي الاهلي كان هيصفر الفرقه. هي بل بالعكس كنا هنتعب فرقتنا، لكن الحمد لله ان ده كان شيء رائع يعني. بالنسبه بقى علق برضه كابتن خالد بيبو على موضوع احتفال قفشه معاه، وقال عن احتفال قفشه قال لك ان قفشه لاعب كبير ومن المهم ان يحصل اللاعب الكبير على المسانده والدعم اللازم عشان يعرف يكمل مسيرته. فراجل رد بكل عقلانيه، رد بكل احترام. احنا بنحييك يا كابتن خالد. صراحه
قفشه حاجه تانية، احنا شايفين قدامنا مستوى اثبت مختلف تماما او تطور، يعني جداً. تطور عن كده جدا. يعني انت كده في الطالع يا قفشه. خلي نفس الكيرف طالع بالله عليك خلي نفس الكيرف صح. يا رب يا رب. نحاول، قال لك بقى بنحاول دائما اسعاد الجماهير النادي الاهلي ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق كل احلامهم. بنحييك جدا يا كابتن خالد يا بيبو، كل الدعم والتحيه للكابتن بندعمك خالد. جدا. احنا الموجود في المنصب هيلاقي كل الدعم من جماهير النادي الاهلي، ايا كان مين اللي شغال هيلاقي دعم من جماهير النادي الاهلي، لان احنا بندعم كيان مش اشخاص. ودعم لاخواتكم الغلابه واللايك والشير والسبسكرايب والترويقات وبلاش بخل. والحبشتكنات ما تنساش الحبشتكنات، عشان الحبشتكنات مهمه جدا. الله يبارك فيكم. الاهلاوي سند، الاهلي سندنا، كسب 4، روق علينا، روقوا على اخواتكم يا اهلاويه يا سند. وما تنسوش تفعلوا الجرس، اهم حاجه تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. في نهايه حلقتنا بنشكر كابتن خالد، ربنا يعزك، كنت منورنا ومشرفنا. بس حاجه للناس اللي هاريه، بس يعني حاجه بسيطه يعني. قول يا باشا، قول لنا. الناس اللي عماله تتريق يا جماعه على موسى وبيقولوا ان هو لعيب تعبان والاهلي صرف على الفاضي ولعيب كبير في السن وجده والكلام ده. كابتن مارسيل كولر يعني صرح وقال ان الراجل ده كان مستبعد فتره للاصابه في بروسيا دورتموند، تمام؟ فطبعا ده ادى لايه؟ ادى لان هو افتقد حساسيه الملاعب، وكان في بعض الخلاف معاه مع مودست ومع مدرب بروسيا دورتموند. ده حقيقي، ده خلاه برضه يستبعده شويه من المباريات، وادى كمان لشويه زياده في الوزن. بالظبط، تمام. فقرر كابتن مارسيل كولر ان هو هيشتغل عليه برنامج تاهيلي لوحده، تمام؟ برنامج تاهيلي ليه لوحده علشان يقدر يوصله للمستوى، صح؟ لان هو ادرك في المباراه الاولانيه ان هو لسه محتاج تاهيل، لان هو بدنيا كان مستبعد. بالظبط، تمام. واي لاعب بدنيا رجله مش شايلاه هيبقى صعب جدا ان هو ينهي الهجمه، زي كهربا النهارده يا كابتن خالد. كهربا ادى مباراه ملهاش حل، يستحق الاشاده، ولو انها كانت منحسه معاه، منحسه جدا، كانت منحسه. بس عايز اقول لك يا كابتن خالد، هو بيشتغل على نفسه. لو اشتغل على نفسه بدني اكتر من كده هيقف على رجله في اللمسه الاخيره اكتر من كده 100 مره. ده حقيقي. فاحنا بنقول لكهربا انت كيرفك حلو، كيرفك طالع، يا ريت تشتغل على نفسك بدني اكتر من كده شويه، يا ريت تركز في اللمسه الاخيره اللي انت بتعمل كل حاجه، بيعمل كل حاجه في الكوره والله، بيروح وبيخش وبيراوغ ويحط جسمه وبيبقى مواجه للمرمى، ويجي اللمسه الاخيره بس تقلش منه، يبقى ده عدم تركيز او عدم ثقه، صح كده؟ دي هتيجي مع الوقت يا كوتش. ان شاء الله. نتمنى التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي، نتمنى التوفيق لمستر مارسيل كولر، نتمنى التوفيق لكابتن محمود الخطيب، ويرجع بألف سلامه ان شاء الله. من مستنيين ال 12 يا اهلي، ال 12 ان شاء الله، ال 12 في الاهلي ان شاء الله. هيبقى في نجمه هنا زياده على احلى علم لاحلى نادي السنه الجايه باذن الله ان شاء الله. وخلي بالكم من نفسكم، عشان احنا يا كابتن خالد بنحبكم علشان انتم اخواتنا وانتم حبايبنا، وان شاء الله مستنيين دعمكم، وما تنسوش دعمنا علشان دايما نكون سند للنادي الاهلي وصوتنا يوصل بيكم وليكم. خلي بالكم من نفسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.